يا شيخ، حدثني حسن أبو شقرة، هذا كان أحد الدعاة السلفيين في خان يونس في فلسطين، وهذا أبعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعث دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال: يا شيخ حسن، هناك أناس كبار في الدولة مجتمعين عندي ويريدون أن يقاتلوك، ولكن أريد أن أجاوبهم بصراحة. قال: إن شاء الله أنا لك. عندما دخل وجدت يعني أصابني خوف، وجدت انتباه ضباط وناس وزراء. يقول: جلسوا يسألونني عن السلفية، هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت. وكان هو يقول: نحن لو يعني نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن ندعو إلى فعل الصحابة. يقول: لأنه لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم فقال لي: امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوة التغيير ادعو بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، حرفيا الله هكذا قال: أبو بكر وعمر نحن لن نسمح لكم بهذا. من هذا الذي يقول؟ هذا واحد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. هذه حقيقة عرفها الكفار أخيرا. نعم. ولذلك ارتقبوا يا سلفيون واصبروا. التاريخ يعيد نفسه. طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من هم الغرباء؟ الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين؟ لا. ينطبق على حزب التحرير؟ لا. ينطبق على جماعة تبليغ بنم يصاب لا يدري. لا والله.